فطبعا الجهاز ده لما ركبته ونظف معايا الدنيا بصراحه انا مبسوط بيه خالص يعني. وبعدين البوشات كانت بتبقى 20000 كيلو وتلاقي المكنه مش مظبوطه، دلوقتي البوشات بتبقى 60000 كيلو وبتطلعها حتى بمزاجك وممكن تعدي معاك. حافظ معاك على قطع الغيار، حافظ معاك على المكنه، بيخليك المكنه انت ماشي بالمكنه زيرو لحد هدور لك دلوقتي لحد نظافه الشكمان من ورا. اسمي يعني عادل محمد. الانترا اتش دي هو اللي نظف معايا علبه البيئه والبوجيهات. العربيه ارتاحت خالص، العربيه بقت انسيابيه خالص. طبعا ان الناس اللي تفهم ان الهيدروجين الابيض دوت بيفكروا طبعا بحركات اللي هو البنزين والجاز، هو مش كده خالص. هو لما بيركب بينظفوا الكربون اللي على البوجيهات، بيخلي عمر البوجيهات يعيش معاك افضل فتره اطول. عمل معايا كده يعني مثلا البوجيهات بتقعد معاك 60000 كيلو، وانا بركب البوجيهات بتقعد معايا 20000 كيلو، ولا المكنه ما بتقفش عده مكانها، ما بيحصلش اتزان. فبعد ما ركبته ونظف على البوجيهات المكنه بقت هتدور دلوقتي وشوفها بقت ماسكه فرنسيه وهي نفس البوجيهات. وطبعا وفر معايا كتير، لان طبعا المكنه لما البوجيهات تتقل تضطر تدوس على المكنه جامد عشان خاطر تديك سرعه. غير من دلوقتي انت من غير ما بتدوس انت بتشمم العربيه كتير السرعه المطلوبه وبزياده، طلع كوبري بقى طالع مطلع، ما فيش فرق، ما فيش انك لازم تدوس على الحديد تعز من العربيه. زي ما انت شايف انا بصور مش شوف انا صنايعي فاهم في العربيه. طبعا خلى معايا العربيه رجعت اكنها زيرو.